السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العقرب حبايب قلبي، صفوا النية كده، تفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا لأول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل اشتراك وشير ولايك للفيديو، وده فضل منكم مش أمر. طبعا حبايب قلبي، دعموا الفيديو باللايك. حبايب قلبي، دعموا الفيديو باللايك، قدروا الدعم. طبعا انزلوا اكتبوا كومنتات، صلوا على الحبيب كمان تستغفروا. ولا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله. في عندكم زعل جوه قلبكم، انتوا بتيجي على نفسكم عشان ناس انت فاكر ان انت عندهم، ان انت رقم واحد، واقل حاجة صغيرة بتبين لك ان انت عند الناس دي مالها اي حاجة، فبتزعل وبتتأثر. في عندك كان في تواصل او علاقة عن طريق التواصل الاجتماعي وحصل بلوك، وهو هيرجع لك ما تقلقش. في رجوع لحد انت كان بينكو، كان في بلوك، وكانت فترة متعبة. الفترة الصعبة اللي انت بتقول خلاص مش قادر اتكلم، مش قادر تتنفس. انت ما تعرفش الفترة دي ان هي بداية جديدة ليك، ممكن تكون حياة جديدة ليك. في ناس كتير حواليك، الناس دي بتحاول تطبطب عليك بس انت مش حاسسهم، او مش شايفهم اصلا، ولا حاسس بحد، ولا شايف اي حد من اللي حواليك. انت دايما بتسعى ان انت تحسن نفسك بنفسك، فحاول ان انت تهدى وتهدي نفسك. عندك حد من برج القوس ده، بينك وبينه تنازلات، بينك وبينك مشاكل، انت قررت ان انت تبعد عنه. انت خدت فترة نزلت عن حقك فيها وسكت. ممكن تكون سمعت كلام زعلك وسكت، عملت حاجات مختلفة وزعلت ان انت عملت كده. فلازم تبص لنفسك شوية وتبعد عن الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها. انت مشكلتك ان انت لما بتقفل من حد مفيش حاجة ان انت ترجع له تاني او تفكر فيه، بتقفل. فعشان كده الفترة دي الحد حواليك بتعيش أسوأ فترة في حياتك. محدش حاسس بيك ولا حد بيكلمك، حتى التليفون انت ما بتبصلهوش، ما بقتش بتهتم ان كان رن او ما رنش. ليه؟ لان انت خلاص مش عايز حاجة من حد. انت بتقول بعيدوا عني، ظلمتوني وكنت كويس معاكم، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتزعلك عن نفسك. في حد استلف منك فلوس ومش راضي يديها لك، حد واخد منك حاجة، كل ما بتكلمه ما بيردش عليك ولا بيكلمك. وانت متحبش جدا، انت بتحب تكون على ميعاد، انت هتاخد مني تديني، بتحب المواعيد المظبوطة. دي من شخصيتك انت، ومن ميزتك ان انت بتحب المواعيد المظبوطة. مهما بتتكلم او تتكلم الشخص ده مش عايز يكلمك. انت عندك اقل كلمة دموعك بتنزل، اقل كلمة بتخليك متضايق والدموع تنزل. دموعك بتنزل بدون سبب، ممكن تجارب في الحياة، او شيل هم، او حاسس ان مفيش حد جنبك، انت شايل منها ولسه ما زالت موجودة. انت بتحاول تنسى وتعدي، بس في حاجات دي مأثرة عليك الفترة ديت. يعني انت بسم الله ما شاء الله، انت قررت الفترة دي ان انت تعمل حاجات مختلفة ان شاء الله. عندك فيه تحسين كبير وحلول في مشاكل، او في حد بعيد عنك وهيبعت لك فلوس. في مشكلة انت هتحاول ان انت تصلحها، هتلاقي فيها طاقة ايجابية. في حاجات جديدة هتحاول تعملها، هتلاقي في دعم نفسي، حاجات انت شغال عليها. إيه، ما تتسرعش في اي حاجة، بلاش تتسرع في اي حاجة. ليه؟ لان التسارع ده بيخليك تيجي لورا، فبلاش تتسرع عشان ما تزعلش، بلاش تطلع اجمل ما فيك. انت عندك في باب هيتفتح، والباب ده بقاله فترة مقفول، والله اعلم الباب ده ايه. هيكون في فترة من الراحة، فترة من فكاهات، فترة من الدعم اللي انت محتاجه، وانت هتحل المشكلة. في منكو شغال في عقارات، شغال في ورق، وورق كتير، فان شاء الله بإذن الله هيكون في زيادة في الدخل، زيادة في حياتك، زيادة ليك انت. في حاجات انت هتحاول تحللها لنفسك. الفترة دي هتكون فترة بالنسبة لك مميزة،
لتوضيح علاقاتك مع الشريك، لتوجيه علاقاتك مع نفسك في حياتك العامة. دي فترة هتكون موجودة عندك، في شخص مناسب هيكون زيك شبهك، وهتثق فيه وهيقف جنبك وهيدعمك، وهتعزز من إمكانياتك وبنفسك، هتعزز بنفسك بشكل كبير ومختلف. انت الفترة دي ناوي، وطول ما انت ناوي هتتصرف بعقل اكتر. بلاش حد يهينك بالكلام، انت ما بتسمحش لحد يتكلم معاك، فبلاش ان انت تسمح لحد باسلوب ويضايقك وما بيلقش بيك. مفيش حد احسن منك. المشروع اللي عندك ده هينجح، ومن بعد نجاحه ربنا هيدي لك حاجتك بإذن الله، وانت هتكون فرحان. فالفترة الجاية دي هيكون عندك بشرة حلوة. البشرة دي هتخليك تبعد عن اي حد، وهتخليك توصل لهدفك. انت طموحك عالي، بس حاول تكتم على الحاجة اللي بتحصل لك. لو انت عندك مشروع بينجح اكتم، عايز تتفوق على الناس اللي حواليك، عايز تعمل حاجة جديدة اكتم. عيش بمبدأ الكتمان والصمت. وعن تجربة، لو انت عشت على الكتمان والصبر فترة قليلة وهتشوف التغيير الجذري. انت الفترة دي بتكتب كل حاجة اللي انت عايز تحققها. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. احلم، طول ما انت بتحلم هيكون عندك عزيمة وقوة. وما تسلفش حد فلوس تاني، اللي يزعل منك يزعل، محدش يستاهل. كمان انت الفترة الجاية دي هتكون فرحان بنجاح حد من عيلتك. في حد هينجح، في حد هيكون مبسوط في حياته، في حد هياخد قرار، او حد انت بتحبه هينجح الفترة الجاية دي، هيعيش فترة حلوة ان شاء الله. بإذن الله هيكون في لما الفترة دي هيكون فيها قعدة حلوة، هتقعد مع عيلة او مع ناس، هيكون فيه هدية، او انت هتقدم لحد. آه، انتوا مقيدين، مش مرتاحين، يا اما مع الشريك يا اما في بيتكم نفسه. اول حاجة انتوا بتحاولوا تحرروا، كده هتحرروا. ليه؟ مفيش حد بيستحمل اكتر من حد، محدش بيستحمل حاجات ما يستحملهاش. فانتوا الفترة دي بتنفروا من الشريك، او عايشين لغاية الامور ما تتحسن. في عندكم خبر كمان حلو، الخبر ده يحس الموضوع اللي شاغل بالك. عندكم كمان قلة حظ في حاجات معينة، مش في كل حاجة. انت ماشي في مشروع والمشروع ده هينجح، بس انت عندك تعبين، عندك طمع في فلوسك، طمع في مالك، طمع في جمالك، طمع في اي حاجة. انت مشكلتك اي حاجة لو كانت بسيطة محسود عليها. اي حاجة في حياتك انت محسود عليها. في عندك عتاب مع الشريك، او عتاب مع اهل، عتاب مع حد قال اتكلم عليك. ما توقعتش يوم من الايام ان يكون ده هو ده السبب. انت طيب جدا، مشكلتك ان انت قلبك ابيض، مشكلتك ان انت حنين زيادة عن اللزوم. فعشان كده في حاجات كتيرة انت تعبان فيها، في حاجات كتيرة انت فيها مشاكل. يمكن من 2 أو 3 سنين كانت سنة دي كانت أشوى، يعني سنة مش حلوة. انت السنة دي اتعلمت فيها دروس، وأشد الدروس. وما توقعتش ان هي تبقى كده، ان السنة اللي انت عشتها دي تبقى كده. اكتشفت فيها ناس، وعرفت ناس، وعملت حاجات كتيرة جدا في حياتك. ما توقعتش ان هي تكون كده، ان هو يكون فيها ظلم كده. انتوا عندكم في بشرة خطوبة، بشرة زواج، ارتباط، مولود. عندكم بشارة حلوة، انتوا بقالكم مدة عمال تسعوا وراها. في عندكم عين ومراقباكوا، في حد عمال يراقبكوا، في حد انت بتحاول تبعد عنه، في حد كمان بيكذب عليك، بينافق. انت قررت ان انت تنفصل عنه وتبعد عنه. انتوا الفترة دي قطعتوا علاقاتكم مع اصحاب، مع احبة. في ناس كتير انت طلعتها من حياتك، فطلعتها بره حياتك. في ناس انت مبقتش مرتاح معاها. في عندك شوية تعب نفسي، ضغط بسبب ديون عليك. في عندك رجوع لحد من الماضي،
انت صفحة الماضي انت رميتها واتألمت منها، فيها رجوع، في مواضيع هتتفتح عندك بتخص الماضي. الفترة دي من اكتر فترات ان انت بتهتم بنفسك، بتهتم بشكلك، بتهتم بلبسك، بدأت تهتم بنفسك وقلت خلاص انا هفضل لغاية امتى في الحال اللي انا فيه. فانت مستني المبلغ اللي جايلك، مجرد ما يجيلك المبلغ ده هتحسن من نفسك وهتنجح بإذن الله. انت الفترة دي بتبعد اي علاقة، بتبعد عن اي موقف صعب، بتبعد عن اي حاجة في حياتك فيها ألم وفيها ظلم. انت دماغك ما بتفصلش من التفكير 24 ساعة في التفكير، بتفكر في المستقبل وفي الماضي والوقت اللي انت فيه. ما تفكرش، بلاش الضغط اللي انت عمال تضغطه على نفسك. اهدى شوية وهدي اعصابك، مفيش حد احسن من حد. انت متألق، انت مشكلتك ان انت اتعرفت على ناس خاينة. في عندك كمان انت تعبت، انت مشكلتك ان انت محسود الفترة دي، فالحسد هو واخد منك جزء كبير في حياتك. انت بتقول يا رب الفترة دي جاية يكون حلوة. عندكم في ألم في المعدة، في شوية تعب، حزن في حياتك بسبب ناس في حياتك. انت نجمك عالي ودايما مرفوع للسماء، انت ما وصلتش للسماء، انت بتبص للماضي، دايما بتجدد حاجات جديدة في حياتك، دايما مؤلق، ما بتعرفش تقارن نفسك بحد. انت ما تقارنش نفسك بحد، انت اما انت واحد او ما فيش حد زيك، انت ما تقارنوش نفسكم بحد. عندكم ورق في المحكمة، ورق في دراسة، ورق تخص حد مخنوق، عندك ورق وانت بتخلصه الفترة ديت. في حاجات انت ناوي تشتريها بس هتصرف فيها فلوس جامدة في الحاجات دي، بس انت هتشتريها وهتوصل للهدف بتاعك. وفي نفس الوقت مشروع انت بتخطط له، في حاجات انت بتخطط لها الفترة ديت. انت طبيعتك واضحة ودايما عندك صراحة، بس عندك علاقة غامضة انت بتتعامل معاه والعلاقة غامضة وانت مش فاهمه، وكل ما بتحاول تفهمه مش لاقي نفسك بتفهمه. في عندك كمان في استلام حاجات جديدة في حياتك، او انت طالبين حاجة، في عندكم استلام حاجة بالنسبة لك جديدة، وفي نفس الوقت هتحضر نفسك لحاجة جديدة عندك، هتحضروا نفسكم لحاجات جديدة، حاجات جديدة. عندكم فرحة، تغيير، والله أعلى وأعلم. انتوا الفترة دي من أكتر فترات ان انتوا بتحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. انت معروف عنكم ان انتوا حساسين او محنينين والرومانسيين، يعني ما شاء الله العاطفة عندكم عالية، بيسيطر عليك في اي حاجة. اي حد عايز يكسبكم بيشتغل على الحياة العاطفية بتاعتكم، ما عندكوش ثقة في العاطفة. انتوا اتخدعتوا كتير، كان عندكم علاقة قديمة انتهت بخسارة كبيرة، انتوا كبرتوا دماغكم وقلتوا قدر الله ما شاء، بس مأثرة عليكم. لما بتحسوا ان انتوا ما تستاهلوش الحياة دي او ما تستاهلوش يحصل معاكم كده، دايما بتفكروا في الماضي بطريقة كبيرة. في حد عندكم بشرته سمرة، ده بيدعي ان هو بيحبكم ودايما عايز راحتكم، بس يعني عندكم في برضو مشاكل. بسم الله ما شاء الله عليكم، اموركم هتكون مرتبة بشكل كبير، والطاقة بتاعتك هتستغلها، وهتبدأ الامور هيكون فيها مفاجآت حلوة. يعني عندك موضوع انت مش عارف تطلع منه، بس الموضوع ده انت حاطط الهدف ده قدامك بشكل كبير، حطه قدامك رغم ان انت مش عارف تتصرف في الموضوع ده، انت حاطه كده قدامك وبتحاول ان انت بتقول انا عندي رب هينجيني وربنا هو اللي هيجيني. انت بتقول انا مش قلقان، فشوف الحاجة اللي انت مقيد فيها، الحاجة اللي انت بتحاول بتعاني منها، وشوف الحاجة اللي انت نفسك فيها. انت صبرت كتير، ولا تصبر على علاقة ولا تصبر على حاجة معينة، انت صبرت، فانت لازم تعدي المراحل اللي انت فيها.
لو كانت مرحلة من التعب اطلع منها، حاول ان انت تطلع. لو انت عندك ألم في المعدة، عندك غدر وناس ظلمتك والناس جت عليك، انت بتقول الحمد لله على قد الظلم وعلى قد دموعك على خدك وحزين، حزين من حاجات كثيرة. انت ما توقعتش ان الحاجات دي تحصل لك، بس حاول ان انت توفي من النذر اللي عليك، وانت مش في دماغك اصلا نسيه، اوفي بيه وبإذن الله امورك هتتصلح. ده بفضل ربنا الحياة عندك هتتحسن، وهتطلع من الحاجات اللي دمرت حياتك. عندكم في أطفال بعيد عنكم أو لمة أو اشتياق لأهل، انتوا حبتوا اللمة التجمع، بتحبوا القعدة تكون حلوة، بس في حاجة انتوا محرومين منها، يا إما الشيء بتاعكم ظالم وفرقكم عن حياتكم. ممكن تكون انت عايز تعمل عملية أو حد عندك هيعمل عملية، في حد عمل عملية في عينيه، في حاجة بتخص الشكل، حد عندك وروحك متعلقة بيه وبتحبه، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيه ويعافيه بإذن الله، وهيكون ربنا الشافي المعافي بإذن الله، والأمور هتبقى أحسن وأفضل. انت برضو هنا عندك سعي، دايما عندك جهز نفسك ان بإذن الله قريب جدا هيكون عندك بشارة حلوة، هتلاقي العصفورة دي جايلك من بعيد وهتقولك الخبر اللي انت نفسك تسمعه، هتقولك الخبر اللي انت بتسعى وراه. ان شاء الله بإذن الله هتلاقي الحظ معاك واقف جنبك، وما تستعجلش، بلاش استعجال، انت صابر، انت صبرت كام سنة مش قادر تصبر الفترة اللي انت فيها، يمكن الصبر ده نهاية الفرج بتاعك، نهاية اليأس والظلم وتحس بالراحة. في عندك طاقة التفكير في علاقة انت بتفكر فيها، او في رابط بينك وبين حد انت عمال تفكر في حاجة انت بتمسك بيها، هي بتنتهي في علاقة او موضوع انت متمسك لان انت متعلق مهووس بالحاجة ديت. فانت عندك البداية جديدة، فرصة حلوة وزيادة في الدخل، وهتمسك مبلغ حلو، وبلاش ما تمسك المبلغ تصرفه، ما تتكلمش عنه. في حد هيعترف لك عن خطيئة عملها، او هيعترف لك عن حاجة معينة هو عملها، بلاش تيجي عليه، وحاول ان انت تسمعه، او حاول لما يجي يكلمه او يتكلم معاك حد اسمعه. في عندك شخصين زعلانين من بعض وهيتكلموا مع بعض والامور هتتصلح. ولو انت عندك زعل مع حد، انت زعلان او حد زعلان منك، في زعل هيكون في صلح الفترة الجاية. عندك من حد من صحاب قريبين من قلب هتتكلموا مع بعض وهتقضوا وقت جميل وهيبقى في خروجة حلوة الفترة ديت، وهتاكلوا من اكلات اللي انتوا بتحبوها، هتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، الحاجة اللي انتوا بتحبوها وهتعملوها لنفسك فيه، هترجع كده مبسوط وهتبقى فرحان. دي طاقة ايجابية ودي طاقة حلوة. وطبعا حبايبي عندكم بشرة بالخطوبة، زواج، بشرة بتخص العاطفة، بس تبعدوا عن اي استغلال جسماني او نفسي، والحية اللي عمالة تتبدل ألوانها دي إن شاء الله بإذن الله ربنا هيتخرجها من حياتكم وهتكونوا منصورين بإذن الله. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة